السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه حيتان الأوركا بتصطاد أسماك القرش؟ الأسرار وراء صيد الملوك البحرية. ازيكم يا جماعة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من معلوماتك اليومية. النهاردة هنتكلم عن سؤال غامض ومثير: ليه حيتان الأوركا بتصطاد أسماك القرش؟ ممكن تكونوا مستغربين، بس في أسباب منطقية ورا السلوك ده. قبل ما نبدأ، فضلا وليس أمرا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. أول حاجة لازم نتكلم عنها هي الأوركا نفسها أو حيتان القاتلة، من أذكى الثدييات البحرية في العالم. الكائنات دي مش بس كبيرة وقوية، لكن كمان اجتماعية جدا وبتعيش في مجموعات منظمة في الطبيعة. الأوركا مش بس بتصطاد أنواع معينة من الأسماك، لأ ده بيهاجموا كمان الثدييات البحرية، وفي منهم بيهاجم أسماك القرش. العلماء درسوا سلوك الأوركا ده ولاحظوا إنها بتستخدم استراتيجية ذكية أثناء الصيد. يعني مش بتيجي تهاجم بشكل عشوائي، لكن بتخطط وتتعامل مع فريستها بطريقة مدروسة. ايه بقى اللي يخلي الأوركا تصطاد أسماك القرش؟ طب ليه الأوركا بتختار تصطاد أسماك القرش؟ في سبب رئيسي ورا ده، هو إن كبد القرش غني جدا بالدهون والمغذيات. كبد القرش بيعتبر كنز غذائي للأوركا، لأنه بيمتلك سعرات حرارية عالية جدا، وده بيساعدهم في تلبية احتياجاتهم الغذائية، وخصوصا في البيئة البحرية اللي ساعات بتكون فيها مصادر غذائية محدودة. وطبعا علشان الأوركا عارف كويس قيمة الكبد ده، طور أساليب مبتكرة لصيده. من الحاجات المثيرة إنهم بيستغلوا نقطة ضعف في القرش. لما القرش بيكون على ظهره، بيبتدي يدخل في حالة اسمها شلل مؤقت، وفي الحالة دي بيكون سهل السيطرة عليه. الأوركا بقى أستاذ إن هو يعرف يوصله للموقف ده عن طريق هجوم منظم وبسيط، وبيستهدف الجزء الغني ده في جسم القرش. أسلوب الصيد والتعاون الجماعي: الأوركا كمان بتشتغل في مجموعة، يعني بيكون في تنسيق بين أفراد المجموعة. أثناء الصيد كل فرد عنده دور معين، مثلا واحد بيطارد القرش، والتاني بيحاول يخليه يروح للمكان اللي هم متفقين عليه. وفي الآخر بيستغلوا اللحظة اللي فيها القرش بيفقد السيطرة على نفسه عشان يشدوا الكبد. السلوك ده مش بس بيعتمد على القوة، لكن كمان على الذكاء والتخطيط. الأوركا كائنات اجتماعية وعندها قدرة كبيرة على التواصل والتعاون، وده بيخليها من أفضل الصيادين في البحر حتى لو كانت بتحارب فريسة كبيرة زي القرش. ردود فعل العلماء وآراء الخبراء: في علماء بيأكدوا إن سلوك الأوركا ده طبيعي جدا وجزء من سلوكيات الصيد المتطورة عندهم. في تقارير كتيرة من دراسات حديثة بتوضح إن الأوركا بتعتمد على أساليب متطورة عشان تحصل على مصادر غذائية عالية القيمة. لكن في نفس الوقت بعض العلماء بينبهوا إن إحنا لازم نفهم البيئة اللي هم عايشين فيها كويس، لأن مش كل الأوركا بتصطاد أسماك القرش، وده بيعتمد على المنطقة اللي هم بيعيشوا فيها. وفي النهاية، سلوك الأوركا في صيد الأسماك القرش بيعكس مستوى عالي من الذكاء والتكيف مع البيئة البحرية. الأوركا مش بس بيستخدم القوة، لكن بتخطط وتتعاون مع بعض للوصول للوجبة المثالية، وهي كبد القرش. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد من معلوماتك اليومية، وما تنساش تبص على المصادر في صندوق الوصف.